بيلاقي في البوتاجاز فلوس كتير جدا وبيكون مش مصدق الفلوس دي كلها في البوتاجاز، فبيقفل البوتاجاز بسرعه وبيقول لها انا هشتري البوتاجاز ده، وبتقول له استنى اتمم لك عليه، وبيقول لها لا انا تممت عليه. وبتيجي ست عجوزه وبتقول لها انا عايز البوتاجاز ده، وبيقول لها خلاص انا شريته، وبتقول لها اشتريه على منه ب 100 دولار، وبيزعق معاها وبيقول لها انا قلت لك اني شريته، بتتكلمي كتير ليه؟ وبتقول للراجل اللي شغال معاها اللي يقفل البوتاجاز لحد ما يدفع، وبعد ما بيدفع بيروح ياخد البوتاجاز وبيروح يفتح الكرتونه، بس هو اللي بيوقفه بيقول له لا ما تفتحش الكرتونه دلوقتي خالص عشان ما فيش حاجه تقع منها، وبيظهر انه عرف بالفلوس. وبعد شويه بيقول لها انا هاخد البوتاجاز ده واخصميه من مرتبي، والولد بيفرح جدا من البوتاجاز المليان فلوس، بس بيحس ان الكرتونه خفيفه فبيروح يطمن على الفلوس. واول ما بيفتح الكرتونه بيلاقي ان الكرتونه فيها دباديب بس ولا فيها البوتاجاز ولا الفلوس، وبيتعصب جدا وبيروح المعرض اللي باع له البوتاجاز، وبيلاقي الراجل اللي غلف له الكرتونه وبيلاقي كمان معاه بوتاجاز، فبيتخانق معاه وبياخد البوتاجاز. ولما بيبص على الفلوس الاتنين بيستغربوا جدا لما مش بيلاقوا في البوتاجاز حاجه، والاتنين بيتهموا بعض بالسرقه لحد ما بتيجي صاحبه المعرض وبتقول لهم انا شفت الفلوس دي في الكاميرا وشفتك وانت طمعان في الفلوس وعايز تاخدها باي طريقه، وبتقول انت يا خساره بقالك 20 سنه شغال معايا واخرتك طلعت حرامي. وبتقول لهم الفلوس دي اكيد مصنع البوتاجاز حطوها بالغلط والفلوس هترجع لهم.